والآن مع المدرب الوطني عبد المنعم هلال اللي درب نادي مضر سنوات ليست بالقليلة. نقول له ويش انطباعك عن مباراة مضر والأهلي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. انطباع يعني مضر خاصة في السنوات الأخيرة هو طرف قوي أو طرف ثابت في النهائيات. هذا بسبب العمل طوال السنوات السابقة من مدرب لمدرب، من إدارة لإدارة، وهذا يجير بعد خاصة للاعبين وللجمهور وللكل العمل وحتى وصل لها الفريق. مباراة هي محك بين فريق صاحب بطولات وخبرة وهو الأهلي، وصاحب طموح ومواصلة الانتصارات، مواصلة اعتلاء المنصات هو مضر. هي الكفة تحتاج تعامل خاص من ناحية خاصة من لعيبة نادي مضر، وهي بيقابلوا فريق متمرس، فريق صاحب خبرة، عنده مدرب محنك هو سيد العياري. لكن في الطرف الآخر مضر عند الشباب الحيوي، عنده أسلوب خاص فيه هو طريقة الدفاع وعملية الفاست بريك أو الهجوم المضاد، واللي يتميز فيه من سنوات. لازم يستغل، زائد عدم الثقة المفرطة من قبل سواء إدارة أو جهاز فني أو لاعبين، أن ألعب أمام أرضي وبين جمهور، هذا ممكن يحمل اللاعبين، يحمل الجهاز الفني والإداري ضغط كبير جدا، خاصة مع فريق متمرس. تحتاج هدوء أعصاب، تحتاج تعامل خاص في داخل الملعب. الكابتن رسول جزيري قدير أنه يواصل بالدفع بالفريق إلى منصة التتويج. يكون عند تعامل خاص، لازم يكون يدرس الخصم هو الأهلي بعوامل القوة والضعف فيه. لعبنا احنا كنادي الخليج، لعبنا في الأسبوع الماضي في نقاط قوة في نقاط ضعف، مش الفريق السهل ولا هو الفريق يعني الصعب يعني أنه ما يهزم. لكن أنا قلت نقطة في البداية أن على اللاعبين والمدرب أن يحطوا ثقتهم بعمل جماعي أكثر داخل الملعب. لازم يبذلوا جهد مضاعف عن فريق اللي هو الأهلي حتى يوصلوا للهدف اللي يبوه. المباراة هي العشر دقائق الأولى، المضر لا يستعجل فيها أن يفرض نفسه، ممكن الاستعجال يكلفه ممكن المباراة، لأنه بيقابل فريق يستقل الأخطاء بشكل صحيح، خاصة بتواجد بندر واللاعب المحترف وفيصل فلاتة. العناصر ما يحتاج يعني الكابتن رسول عارفه بالشكل الصحيح. لكن في نقطة مهمة هي تسديد على المرمى بجهة مناف، لأن مناف اليوم يعيش وضعه الطبيعي من زمان ما كان فيه. زائد طموح الأهلي اللي فقد الدوري العام الماضي يبي عوضة خاش فيه، زائد أن اللاعب لا ينجر في عامل التحكيم، لأن نتمنى أن الاتحاد السعودي اختار طاقم جيد وممتاز يدير نهائي يليق بالكرة اليد السعودية، وأتمنى حتى بما فيهم اللاعبين أن يتفرغوا للعب، وسوف إن شاء الله بيكون الدوري ونحتفل معاهم جميعا بتحقيق إن شاء الله. ما شاء الله عليك، جاوبت على كل الأسئلة الموجودة عندي. الموجودة لا يحتاج تقول لي خلاص. وإن شاء الله عقوبة مبارك لكم، بيكون مقابلة ثانية بمباركة اللاعبين وجمهور مضر. إن شاء الله. أتمنى وقفتكم.